في الفيديو ده هنعرف ازاي نضيف اشكال متحركة زي اللي قدامنا دي، واللي انا كمان مستخدمها في الانترو بتاعي. تعالوا نشوف ازاي. الحركات دي بضيفها للبرنامج كتمبلت. بضيفها من فين؟ من قائمة ويندو، بختار Essential Graphics وبعدين باجي من براوز هنا اهو. تمام، بشد الجزء ده كده. تمام، وبضيفهم للمكان ده. طب بضيفهم ازاي؟ باجي هنا من علامة الزائد دي. انا عندي هنا في فولدر في مجموعة من الحركات دي، هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تحملوه منه. هضغط على الفولدر ده، هلاقي هنا في 3 فولدرات متقسمين كده. بضيف كل اللي جواهم، يعني بختار اول واحد كده. برضو بلاقي هنا في elements وفي titles. بختار element مثلا وايه، وبختار اي واحدة من دول، وليكن تاني واحدة وكليكين عليها. هو بيقول لي هنا انها موجودة يعني، فبقول له ايه، اعمل لها استبدال، فبتنزل معايا بالشكل ده. تمام، تعالوا نضيف مجموعة. تمام، طب تعالوا هنا نضيف من اخر اختيار ده. بنلاقي مجموعة اشكال هنا، ده لاين طوط، هنا بنلاقي ارك قواس. فتعالوا نختار كده ارك، ونختار اي ارك من دول وليكن رقم 3، واطلع لفوق شوية لغاية ايه ما الاقيهم اهو. شكل زي ده مثلا، شكل زي ده. ادي الارك 3 اللي احنا ضفناه، بيبقى الاسم مكتوب تحت الشكل. تمام، وهمسكها كده واضيفها بالشكل ده اهو. بعدين بيقول لي هنا ان الشكل اللي انت ضفته ده هياخد نفس ابعاد التصميم بتاعك. هقول له خليه ياخد نفس ابعاد التصميم، يبقى change sequence setting. تمام، هسحبها بالشكل ده بالشكل ده. ده شكل الحركة بتاعتي اهو. والحركة دي بيبقى لها كمان صوت من تحت اهو، في صوت. عايز اغير فيها، بغير فيها ازاي؟ مجرد ما ضفته بيظهر عندي هنا الايديت، هو تلقائي بيدخلني على الايديت دي. ولكن لو ما دخلنيش عليها، كنت موجود لسه على البراوز، بدخل على الايديت عشان اقدر اعدل. طيب التعديل اللي هعمله ايه بقى؟ انا عندي هنا اول حاجه مكتوب color 1 color 2 و3، اللي هم الثلاث اشكال اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. فانا ممكن ادي كل واحده لون عشان تبان معانا اهو. ادي اول لون، وادي تاني لون، وادي تالت لون. يبقى انا كده بدي الوان. طب حاجه هنا برضو الارك، اغير في السمك بتاع الارك. يعني اجي الارك 1 شايفين كده، بغير في السمك بتاعه. ارك 2 بغير في السمك. ارك 3 بغير في السمك. تمام، وبعدين ممكن اضغط كليك عليه كده وابدا ايه احركه في اي مكان بالشكل ده. يعني انا عندي مثلا صوره زي دي. تمام، انا عندي صوره زي دي، هسحبها كده فوق كده، وهسحب الفيديو فوق واخلي الصوره تحته. انا عايز الصوره اول ما تظهر يبدا يظهر عليها الشكل اللي انا حاطه ده. طب همسك الصورة اصغرها شوية الاول. همسك الصورة هنا ومن موشن واصغرها شوية من سكيل بالشكل ده. تمام، وحاجة هنا وحاجة لشكل الارك ده، وهبدأ برضو ايه اقلله واكبره على حسب ايه الدرجة اللي انا عايزها. تمام، واحركه برضو من هنا يمين وشمال وفوق وتحت بالشكل ده. تمام، ممكن اكبره اخليه يبقى طالع بره السكيل بالشكل ده اهو. لما اجي اعمل بلاي الاقيه كده اهو.